كان في راجل ماشي في الشارع وفجأة حس بدوخة ووقع على الأرض. في نفس الوقت كانت في ست بتنضف قريب منه، شافت اللي حصل وجريت بسرعة علشان تساعده. قربت منه وبدأت تشوف إذا كان كويس ولا لأ. في نفس المكان كان في ولدين وبنت واقفين وشافوا الست اللي بتنضف وهي بتبص على الراجل، فافتكروا إنها بتسرقه. قاموا طلعوا الموبايل وبدأوا يصوروا فيديو، وبعد ما خلصوا تصوير قالوا هنوري الفيديو ده للمدير، ومشوا. بس الحقيقة إن الست كانت بتساعده، طلعت من جيبها شوية دواء وادهوله، ولما أخده بدأ يحس إنه أحسن. بعد شوية التلاتة دول راحوا للمدير وقالوا له عملة النظافة الجديدة دي بتاخد فلوس. فالمدير نادى الست وقال لها أنتِ مطرودة، أنتِ خدتي فلوس. الست ما كانتش مصدقه وقعدت على الأرض مش مصدقة اللي حصل. في اللحظة دي جالها تليفون من أمها وقالت لها أنا تعبانة، ابعتي لي فلوس. الست اتوترت وقالت هجيب فلوس منين دلوقتي؟ فجأة الراجل اللي كانت ساعدته رجع وسألها إيه اللي حصل معاكي؟ قالت له أهلي تعبانين ومحتاجين فلوس وأنا ساعدتك، بس الناس افتكروني أخدت منك فلوس وطردوني من الشغل. قال لها تعالي معايا على المكتب. لما وصلوا قال لها أنت أكيد جعانة، وداها كرسي تقعد عليه، وداها شوية حلويات، بدأت تاكل. بعد كده صاحب الشركة الحقيقي اتصل بالبنت اللي كانت طردت الست وسألها أنت ليه طردتيها؟ قالت له علشان كانت بتاخد فلوس. الراجل زعلها وقال هي ما خدتش حاجة، دي ساعدتني لما وقعت وقرر يطرد البنت دي بدل الست. الغلبني وعملت النظافة بعد كده ادى للست فلوس وقال لها روحي علقي والدتك وارجعي في اليوم ده. الست رفضت وقالت أنا مش عايزة مساعدة من المدير، بس الراجل اداها الفلوس بكل حب وقال لها أنت تستاهلي ده. الست قالت له شكرا،